حاليا احنا في بهو الأعمدة الأول في المعبد الكبير لرمسيس الثاني في أبو سمبل. الحصان هنا، الحصانين بتوع العربية في حالة الوثوب. تاني في تعديل هنا في الرسم بسبب وجود القوسين اللي متغيرين في شكلهم، وبسبب التاج المتغير، انه اتغير واضح اللي هو التاج الخبرش زي ما احنا شايفين. وهو هنا الحصان في حالة الهجوم والوثوب، ورمسيس الثاني عمال بيرمي الأسهم، بيرميها على الأعداء اللي موجودين هنا في شكل الحصن القادشي زي ما احنا شايفين، وكلهم بيتضرعوا وبيتوسلوا لرمسيس الثاني اللي بيهرب وبيجري، حتى حيواناتهم بتجري وتهرب في حين هو بيضرب. بعض الناس بتفسر تكرار النقش اللي احنا شايفينه مش مظبوط دوت وتعديل فيه على ان هو مش تعديل، ده قصدهم سرعه رمايه السهم منه، وان هو بيرميه بشكل سريع جدا فبيكررها. بس ده ما اعتقدش ينفع مع التاج المتغير. الناحيه الثانيه هو رمسيس الثاني دايس على الاعداء زي ما احنا شايفين، وماسك العدو في ايده وهو بيتضرع له، ورافع بايده الصولجان وبيضرب فيه، وصولا للقطه مختلفه للاعداء الكوشيين اللي موجودين. وهو ماشي هنا بعد ما انتصر عليهم، راكب على العربه الحربيه بتاعته، وهو ماشي ماسك في ايده السيف وماشي بهدوء، مش في حاله الضرب. والحصان نفسه في حاله تبختر وهو ماشي، الحصانين، وتحته الاسد اللي احنا شفنا زيه في مدينه هابو وبيتكرر مع الملوك، لان هو بيعبر عن قوه الملك نفسه وكانه هو الاسد الذي يهجم على الاعداء، او بيعبر عن المعبود من المعبودات على الارجح توتو اللي هو بيحمي الملك نفسه، او بيعبر عن فعلا اسد كان موجود مدرب على الحرب. وكنا شاكين في دوت لان احنا ما لقيناش مومياوات ليها محنطه خالص، والمصري كان بيحب يحنط الحاجات دي. وقدامه الاسرى زي ما احنا شايفين بالملامح الافريقيه، عشان اخواننا بس الافروسنتريك حبايبنا الملامح الافريقيه الواضحه، وهم مقيدين بالاشكال المختلفه للتقييد، اللي مربوط فوق دماغه واللي مربوط ورا ظهره، وهم ماشيين قدامهم، والجند المصريين بيدفعوهم للامام، والملك ماشي وراهم يتبختر بالعجله الحربيه.